حطينا الكشك ده في الشارع، أي حد ممكن يدخله. جوه الكشك سألنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقة يردوا على السؤال ودقيقة يقولوا أي حاجة في نفسهم، أي حاجة. جوه الكشك ده هتبقى أنت المصور، الضيف، وكمان المذيع. مش مظبوطة الكاميرا يا جماعة، كل شوية هنفضل نظبطه في الكاميرا. على فكرة الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حتة في مصر وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم أو في الحتة بتاعتكم. زيع أنت جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين. ما قلنا لهمش يعملوا كده بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس مش قرمشة على الفاضي. سؤال حلقة النهاردة: أنا اسمي ندى نجيب الإبراشي. أنا اسمي تويم محمد الهلالي. أنا مش مؤخرا بقالنا فترة طويلة الأخلاق بقت بتنحدر أكتر وأكتر. الناس اللي بتركن صف تاني، الناس اللي بتحرش إشارات المرور، الناس اللي بترمي زبالة في الشارع، الناس اللي بتشتم، الناس اللي بتعاكس. وعندك الشعب مبقاش عنده صبر، أي واحد بيتلكك للتاني، أنت بتشتمني، أنت كمان بتقول سلام عليكم ويقوموا واخدوا بالقلم ويقعدوا يتخانقوا مع بعض. لما أنت تنصح حد بحاجة يبقى هيضربك. لو هو شايف الحاجة دي غلط وأنت شايف إن الحاجة دي صح، أنت تقول على الحاجة دي هو يقول لك لأ. أنا شايف إن الشعب المصري فقد حتة مهمة كانت فيه، هي الوفاء. في عندنا ميزة بتكون موجودة وقت الشدة وهي التعاون، وهو اللي نفس الميزة دي هي اللي بنفتقدها وتتحول عندنا عيب لما ما يكونش فيه هدف واحد بيوحدنا. الوفاء لكل شيء، يعني ممكن يكون إنسان عمل حاجات هم شايفينها مش كويسة أو ضارة ليهم، ولكن مع ذلك برضو تاريخه مليان حاجات كويسة تفوق الحاجات الوحشة اللي هم شايفينها فيه، ولكن بيبقى في إلغاء لحتة الحاجات الكويسة خالص وفقط النظرة للحاجات الوحشة ومحاسبة الإنسان على أساسها. دلوقتي بقى كل من حب ودب يقول، يزعق، يشتم، يقول كلام مش لطيف. بقى العكس عيني عينك، مفيش حاجة بتردعهم دلوقتي. الولاد بيعكسوا، يعني مثلا طب ماشي عاكس بنت حلوة يعني كده، بيعكس منقبات، يعني انت شايف فيها ايه عشان تعاكسها ومرض وخلاص؟ شعب متخلف بصراحة، بقينا فعلا شعب متخلف. الناس تضحك علينا بره، احنا دولتنا دي كانت اعظم دولة في العالم والناس كلها بتبص لها، احنا دولة محسودة. كل واحد لازم يبدأ من نفسه، مش أي واحدة مثلا أقول لها اعملي كذا تقول لك ما كل الناس تعمل كده، يعني هو أنا الوحيدة اللي مش هبقى كده. بالعكس، أنت المفروض تبتدي من نفسك، تقولي أنا هعمل كده. ولو كل واحد ابتدى من نفسه هنلاقي إن كلنا في الآخر بقينا كده. العيب مش في الناس، مش في جينات المصريين، احنا مش كده. لا، العيب في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، المجتمع الفاسد اللي خلانا كده. فين اخلاق الشعب المصري؟ بصوا على زمان، بصوا على افلام زمان. عندنا الاهالي انا شايف ان هم المفروض يشدوا على الاطفال، عشان الاطفال بقت انا شايف مش متربيه، كلها بتعامل الناس بقله ادب. الأخلاق دي يا ريت او عايزين نرجعها بقى. المفروض دلوقتي الأب والأسرة المفروض دلوقتي يرجعوها. لازم الأب والأم هم مش كل حاجة بالشدة والزعيق، لازم يصاحبوا أطفالهم، لأن هم كده بيلجأوا يعملوا حاجات بره وأنتوا مش هتعرفوا أي حاجة. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. هذا البرنامج برعاية بيك رولز وبيك ستيكس. بالنسبة لهنا دي بقى دي يعني فعلا والله بحبها قوي وبخاف عليها، بحب اخدها معايا في كل حتة وبحب اصحابي، اهم حاجة انا بحب اصحابي. هقلد احمد مكي. الواد ده دخل بيتي كيف؟ جبتي صورة مهند منين؟ عن طريق الانترنت. يجدع النت على النت عليه. انا اتعرضت مره لمعاكسه في الشارع، قاعده في عربيتي في حالي، قافله البيبان عليا، واحد مسك علم من اللي كانوا عايزينهم يبقوا رئيس جمهوريه، قعد يخبط لي على الازاز اكتر من مره. اخر مره لما اتضايقت بصيت له لقيته بيلعب لي حواجبه ودقنه طول القميص بتاعه. برضو حاجه بتضايقني برضو في البنات، ان برضو بنات مثلا تبقى محجبه ولابسه مثلا حاجه على الركبه مثلا، يعني ومثلا واللي تحت ده نظامه، يعني مش برضو مش تبع الحجاب. يعني طلعت من الشباك، ما قدرتش اسكت، طلعت من الشباك بقول له عيب قوي كده، عامل لي فيها متدين وانت عمال تلعب لي حواجبك، مش حرام؟ ده اللي الدين قال عليه. كنت النهارده
في فتحة خير اللي في العجوزة، نعمل وجبات رمضان. أنا بروح معاهم كذا مرة، بس أول مرة أروح معاهم أوزع. رحنا وزعنا النهاردة الوجبات في رملة بولاق. وفي أغنية اسمها Airplanes هحبها نغنيها. I could use a dream or a genie I wish to go back to a place much simpler than this cause after all the party and a smash and a crash and عندنا هنا في مصر مثلا في الرياضة ما فيش أي الناس ما بتاخدش حقها. يعني مثلا كنت لعيب رماية، احنا عندنا أهاليهم بس بيلعبوا رماية، هم اللي كانوا بيلعبوا. عامل لي دقنه جاي تحاسبني؟ لا، حتى الدقن دي بصوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، كان دقنه مهذبة نظيفة، كان بيستحمى. انت مش قلته؟ ثانية، مش في ناس كانت قالت، مش كان في قرار ان المدرسين ما يضربوش في المدارس؟ ما شاء الله، حاجات قد كده. حاجات قد كده. قد ايه شفت ناس غلابة هناك عايشين فعلا في يعني في مستوى غير آدمي. انا نفسي اشوف مصر بتهتم بحاجة اساسية، بتهتم بحرية الابداع. حرية الابداع دي اهم حاجة انا شايفها المفروض تحصل في اي مجتمع، مش في مصر بس. حرية الابداع دي اللي بيطلع منها الفكرة، اللي بيطلع منها المبدأ. لازم كل واحد مننا يعرف النعمة اللي هو فيها، النعمة ان هو عايش في مكان نظيف، على اللي هو عنده نت وبيتفرج عليا دلوقتي. دي نعمة ان انت عايش في مكان نظيف، دي لوحدها نعمة كبيرة جدا. ما قلنا لهمش يعملوا كده، بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس مش قرمشة على الفاضي. والرسالة عايز اوصلها رئيس الجمهورية طبعا هيبقى دكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. انا ببعت لك اقول لك بانه عراء الشيخ زي ما الشيخ الشعراوي قال، اذا لم تجد لك حاقدا فافعل ما شئت. الاخلاق المتفقدة في الشعب المصري هو الاحترام ما بين الناس، الكبير والصغير. اكتر حاجة عشان نعرف نحلها، مش عشان انت تنصحه، ان في ناس ما بتستحملش ان حد يقعد يكلمها في الوقت دوت، فاحنا ممكن نعرف زي اللي هو نكسفه، فاللي هو نوريه ازاي. يعني واحد يعمل حاجة فتحترمه فهو يتكسف ان هو يعمل حاجة كده تاني. يا جماعة لازم نصحى، الوقت بيجري مننا، احنا بننزل اكتر واكتر، حاجاتنا هتضيع، حقنا بيضيع. ينفع الكهرباء اللي هي بقت مقطوعة عننا دي، ينفع المية اللي بتتقطع عننا دي بتروح فين ولصالح مين؟ حبيبي يا مطلع عيني تن 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 تن، ليه دايما ضارب بوز تن 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 تن، خلاص نكدت عليا زميلي تن 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 تن. بالنسبة رسالتي هي ان احنا نحب بعض، ننسى الحواجز او الحدود اللي ساعات بتفرقنا بيننا وبين بعض. ده مسلم، ده مسيحي، ده ليبرالي، ده ديمقراطي. احنا عايزين مصلحة البلد.